أهلا بكم في مهندس الملخصات، واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان أبسيست. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك يا برنس ليوصلك كل جديد، ولا تشجع القناة تكبر، وعلشان تكبر عائلتنا بوجودكم يا أجدع مهندسين. بيبدأ فيلمنا بالعقيد كيم واللي بيكون متردد يشرب خمر محطوط ببسطار بعد انتصار جيشهم بأحد المعارك بفيتنام، بس ما بيكونش عنده خيار ثاني إلا إنه يشربه لأنه رئيسه الأعلى منه رتبة أصر عليه يشربه. وبيوم بيجي نقيب اسمه كيونغ لمكتب العقيد كيم واللي كان يشتغل تحت أمر العقيد كيم بفيتنام. وبالنسبة للنقيب كيونغ فالعقيد كيم نموذج يحتذى فيه ويستحق الاحترام. وبالليل بيكون العقيد كيم ياكل مع مراته اللي اسمها سوك جن، وبيسأل مراته عن الدوائر الحمراء الموجودات بالتقويم اللي على الحيط، فبتحكي له بانه هذه المواعيد هي المواعيد اللي مسموح لها تعمل فيها تشوك تشوك اح مع زوجها كيم. فلما يعرف كيم بانه اليوم عليه دوائر حمراء بيسيب العشاء وبيروح يعمل تشوك تشوك اح مع مراته بغرفة النوم، وبعدها بيروح كيم يتمشى ليشم هواء. وفجأة بشوف العقيد كيم زوجة النقيب كيونغ اللي بتشتغل عنده واللي اسمها جاهيون، واللي بتكون ممرضة جميلة جديدة بالمستشفى العسكري اللي بتشتغل فيه زوجة العقيد كيم. وبيطلب واحد من المرضى من سوق جن انها تساعده يقوم، بس فجأة بيطلع سكينة، فبتنتبه جاهيون وبتدفع سوق جن بعيد عنه، وبياخذ المريض جاهيون كرهينة لانه بيكون يتوهم انه لساته بحارب بفيتنام. وبيرفع عليه كيم مسدس لما يشوف رقبة جاهيون بتنزل دم، وبينزل سلاحه لما تحكي له جاهيون بانها بخير. وبالاخر بيقدر العقيد كيم انه يقنع المريض يترك جاهيون، بس المريض بيمسك السلاح من الارض وبيطلق النار بالخطأ على كتف جاهيون. وباليوم الثاني بزور العقيد كيم جاهيون بالمستشفى وبيعتذر لها على اللي صار لانه كان غلطه، وبيجيب لها كيكه بتحبها، وبرضه بيجيب لها الحلق اللي وقع من ذانها لما صار الحادث مع المريض، وبتطلب منه يركب لها الحلق. وبعدها بتشكر العقيد كيم وبتمدحه لانه انقذها. وبيوم بيروح العقيد كيم ومراته سوب جين مع النقيب كيونغ ومراته جاهيون على موعد بوسط الطبيعه، وبيكون النقيب كيونغ ما بيتوقفش عن مدح رئيسه كيم على بطولاته بفيتنام، فالعقيد كيم بيطلب منه يسكت ويبطل تعظيم فيه. بعدها بيستأذن النقيب كيونغ لانه عاوز يقضي حاجته، فبتلحقه سوب جين زوجة كيم لانها عاوزه تقضي حاجتها برضه. روح اعمل معاها تشوك تشوك اح وتغدى بالعقيد كيم قبل ما يتعشى فيك. وبضل كيم وجاهيون لحالهم، فبتحكي له جاهيون انه من اليوم اللي زارها فيه بالمستشفى ما وقفتش تفكير فيه للحظه، وبيحكي لها العقيد كيم بانه ما وقفش تفكير فيها برضه. وبيوم بيكون في احتفاليه عسكريه وبيكون جميع اعضاء الفرقه مدعوين عليها مع زوجاتهم، وبيطلب رئيس الفرقه اللي بيكون والد زوجة كيم من جاهيون انها ترقص معاه، فبوافق النقيب كيونغ انه زوجته ترقص مع رئيس الفرقه فعلا ديوس. وبيطلب الرئيس من صهره انه يغير الموسيقى. وبلاحظ العقيد كيم انه جاهيون متردده ترقص مع الرئيس، فبغني لها اغنيه علشان يخفف توترها، وبيبدوا يرقصوا. وبيطلع العقيد كيم من المكان باحباط، وبتقرب جاهيون من كيم بعد الرقص وبتعبر له عن شكرها ليه لانه انقذها وواساها بالاغنيه اللي غناها. فالعقيد كيم ببوسها بدون ما ترفض، وبوقفوا اللي بيعملوه لما يسمعوا حد برا. وبيوم ماطر امام الكنيسه بيلتقي العقيد كيم وجاهيون مره ثانيه بالسر، وبياخذها كيم بالجيب تبعه لمكان هادئ، وبيلمس العقيد كيم ايدها وبتعبر له هي الثانيه عن اعجابها فيه، وببوسوا بعض وبيعملوا تشوك تشوك اح بالسياره. وبيوم بيحكي النقيب كيونغ لزوجته جاهيون بانه تم تعيينه كمترجم بسيول من قبل العقيد كيم، فبتدرك جاهيون بانها خطه العقيد كيم ليبعد زوجها كيونغ عن مراته ويضل كيم معاها لحالهم علشان يقدر يعمل معها تشوك تشوك اح امتى هو عاوز. وبالفعل بيزور العقيد كيم جاهيون بشقتها، بس جاهيون بترفض تدخله وبتحكي له بانه ارسل زوجها كيونغ الى سيول علشان يقدر يسوي معاها كل اللي عاوزه، وبتحكي له بانه الشيء اللي عملوه مع بعض قبل يوم غلط، وبتسكر الباب بوشه. وبيشعر كيم بالاحباط وبفضفض لصاحبه، وبيحكي له بانه بحب زوجة الكابتن اللي بيشتغل عنده، وبيحكي بانه بيفتقدها جدا ومصدوم انها طردته. فبيحكي له صاحبه لا تيأس، روح دق عليها مرة ثانية وهالمرة خذها مني حدخلك عندها. واو يا لك من صديق جيد. فبيسمع العقيد كيم نصيحة صاحبه وبيرجع يدق عليها بيوم عيد ميلادها، وبيحكي لها مش قادر اتنفس ولا انام لاني مشتاق لك. فبدخله جاهيون لعندها وبياكلوا العشاء مع بعض، وبتحكي له بانها هي كمان افتقدته ومش عاوز يبعد عنها. وبعد العشاء بتدعوه جاهيون لغرفة النوم، وبتحكي له بانها دائما كانت تتخيل نفسها معاه بهذا المكان، وبيعملوا تشوك تشوك اح مع بعض، وبعدها بيرقص معاها. وباليوم الثاني بيعلمها كيف تسوق سيارته وبياخذها على شط البحر، كل هذا وهي مش زوجته. ولما تشوف جاهيون نفسها آمنة بحده بتحكي له عن سرها المظلم، وهو انها بترفض تعمل تشوك تشوك اح مع زوجها كيونغ، وبتعترف للعقيد كيم بانها ما بتسمحش لاي حد ثاني يعملوا معاها غير كيم. وبطريق العودة بيتصل حد على جاهيون وبيحكي له بانه امها بالمستشفى، فبتروح جاهيون لعند امها بالمستشفى، وامها ما بتحكيش اي كلمة لانها شكت انها بتخون زوجها كيونغ مع هذا الرجل اللي اجى معاها. وبتكون حماتها وام زوجها كيونغ موجودة برضه، فبتحكي جاهيون بانه بس صديق وطلبت منه مساعدة انه يوصلها بالسيارة للمستشفى، بس حماتها بتحكي لها بانها عارفة انه حبيبها وبانها بتخون زوجها كيونغ معاه. وهنا الصدمة، بتحكي لها مش مشكلة انك تحبي شخص
شخص معين، وبتعبر لها عن ندمها انها زوجتها لابنها كيونغ واللي بتوصفه امه بالشيطان. يا لك من ام حقيره. فبتحكي جاه يون لكيم بانه حماتها واقفه بصفها وبتبارك لها تشوك اخو خيانتها لزوجها. واو، بس المشكله انها مشتته ومش عارفه ايش تعمل وحاسه انه اللي بتعمله غلط. اخيرا حسيتي يعني؟ وقبل ما تطلع من السياره بتوعد جاه يون كيم بان هذه هي اخر مره حتشوفه فيها، وبعدها بيحاول العقيد كيم ينسى جاه يون من خلال انه يركز بشغله. بس المشكله انه كيم مش قادر يشيل جاه يون من باله، فبيقترب من صديقه بالمخابرات وبيطلب مساعدته بانه يكتب تقرير بالنقيب كيونغ زوج جاه يون انه بيهرب مخدرات من امريكا لكوريا الشماليه. وباليوم الثاني بيحكي نقيب كيونغ لامه بانه لو تطوع للخدمه بفيتنام فمش حيتم سجنه بسبب تهمه تهريب المخدرات المجهوله واللي تم توجيهها ليه ظلم. وبتدرك امه بانها خطه العقيد كيم، وبتطلب من جاه يون انها تصلح الغلط اللي عملته علشان ابنها ما ينسجنش ظلم. فبتروح جاه يون للعقيد كيم وبتطلب منه يطلق سراح زوجها. ولاحقا بنشوف العقيد كيم وقد تم ترقيته لرتبه العميد، وهي رتبه اعلى من العقيد. وبتحكي سوك جين زوجة العميد كيم بانها حامل امام الجميع بمن فيهم جاه يون. وبيقترب العميد كيم من جاه يون وبيحكي لها بانه حيرسل زوجها كيونغ لمهمه مره ثانيه بسيول علشان يقدر يضل معاها كمان مره. الله يخرب بيتك، ما بتشبعش تشوك احمى مرات غيرك؟ فبترفض جاه يون بغضب لانها مش عاوزه تشوف كيم مره ثانيه، وبيطلب منها مبرر للي بتحكيه، بس جاه يون ما بتردش عليه. وبيدخل للحفله وهو يصرخ عليها بغضب وبيحكي لها ليه بتتجاهليني. وبتدعي جاه يون بانها ما بتعرفش عن ايش بيتكلم. وبيقترب منه نقيب كيونغ وبيطلب منه يوقف مضايقه زوجته جاه يون، بس العميد كيم بيضرب النقيب كيونغ. واخيرا بتعرف سوك جين حقيقه زوجها كيم وخيانته ليها مع صديقتها جاه يون. وبسبب هالشيء بيأمر رئيس الفرقه واللي بالمناسبه بيكون ابوها لسوك جين زوجة كيم بالذهاب لفيتنام ليخدم بالحرب هناك لمده سنه كعقاب ليه لانه خان بنته. فبيروح كيم ليشوف جاه يون لمره اخيره قبل ما يرحل، وبيعبر لها عن ندمه وبيسالها اذا بتحبه او لا. فبتحكي له جاه يون بحبك، وبيحكي لها بانه حيترك الجيش ويروح يعيش بتايلاند، وبيطلب منها تترك زوجها وتيجي تعيش معاه. بس جاه يون بترفض. فكيم بيطلع مسدس وبيطلق النار على صدره ولكنه ما بيموتش. وبعد سنتين تحديدا بسنه 1971 بيقترب ضابط من جاه يون وبيعطيها صوره لإلها مع كيم، وبيحكي لها بانه هذا الرجل المدني اللي بالصوره تم قتله لما كان يدل بالقوات الخاصه على مكان معين على حدود مدينه لاوس. ولهون بيخلص ملخص فيلم أوبسيست. لو عجبك الملخص وحابب انشر ملخصات مشابهة اشترك بالقناة يا جدع، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها. واذا كان عندك ملخص حابب انشره بتمنى ترسل لي اياه على حسابي بالانستغرام واللي حيكون رابطه بالوصف. وبس اشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.